لو عندك مشكلة في المدفوعات الدولية يبقى انت جيت الفيديو الصح. ايه رأيك لو قلت لك ان انت تقدر تطلع فيزا افتراضية دولية من الرابط اللي في وصف الفيديو، بتحصل عليها بشكل مجاني. ازاي بقى مجانا؟ بمجرد ما انت تنزل التطبيق وتوثقه بالبطاقة الشخصية او بالباسبور، بيديك 5 دولار كمشتريات تقدر تستخدمهم على اي موقع دولي. بس كل المطلوب منك ان انت بتشحن التطبيق ب5 دولار تانية، بعيدا عن ال5 دولار اللي انت كسبتهم من باينانس، من اي موقع مواقع العملات الرقميه، او من المواقع اللي هسيبها لك في وصف الفيديو. فانت قدامك 3 اوقات في اليوم تقدر تستفيد من العرض. بتشتريها بنص الثمن، بدل 10 دولار يبقى ب5 دولار. ولازم تبقى شاحن قبل الوقت بتاع العرض عشان تشتري على طول، لان الطلب بيبقى عالمي، ففي عدد كروت معينه متاحه، فاما بتخلص بتضطر تستنى للميعاد اللي بعده. وكل مستخدم ليه مره واحده بس يقدر يستفيد من العرض، وبالتالي تبقى انت شحنت ب5 دولار وصرفتهم على ثمن الفيزا وكسبت 5 دولار، وبالتالي كأنك ما دفعتش حاجة. العرض ده متاح لحد نص 9. طبعا الفيزا دي هتقدر تستخدمها على مواقع كتير جدا شغالة دولي. انا شغال بيها من اكتر من 7 شهور وشغالة معايا زي الفل. يلا بينا على طول نشوف ازاي هننزل التطبيق ونوثقه وناخد البونص ال5 دولار. تدخل على الرابط اللي في وصف الفيديو، طبعا ده عشان يديك 5 دولار، وهقول لك بقى ال5 دولار دول هتستعملهم ازاي. وبعد كده هنا بيطلب منك الايميل، وبعد كده بتضغط على زرار جيت كود، بيديك كود على الايميل بتحطه، وبعد كده بتضغط على جيت ايت ناو، وبعد كده بتضغط فوق على داونلود ناو. فبتختار مثلا لو انت اندرويد او انت ابل، وبعد كده بتعمل الداونلود العادي. المهم هنا بتعمل تسجيل دخول او لوج ان. طبعا هتحط هنا الايميل بتاعك اللي انت حطيته في بداية الفيديو، وبعد كده بتعمل التالي، وبعد كده بيقول لك اعمل باسورد. هات لك رساله على الايميل زي بين كود كده، هتحطه في التطبيق، وبعد كده هتدخل بيه. طبعا زي ما انتم شايفين انا رصيدي اهو 5 دولار، وانت كمان هيبقى رصيدك 5 دولار اما تسجل من الرابط اللي في وصف الفيديو. فانا دلوقتي بقى عايز اطلع الكارت الافتراضي عشان ابتدي بقى اشتغل بيه اونلاين. فكل المطلوب مني ان انا اجي تحت واضغط على كلمه كاردز، ونختار كارت الافتراضي اللي هو ب10 دولار. بضغط هنا على اوردر كارد، بيقول لي هنا بايند الايميل، طبعا معمول عليها صح لاني لسه عاملها. هنا بيقول لي بايند الموبايل، تحط هنا رقم موبايلك، اهم حاجه تحطه من غير الصفر اللي في بدايه الرقم. وبعد كده بتضغط على جيت كود، وبعد كده تحت هنا في الايميل بتضغط برضو على جيت الكود. لازم تحط الكود اللي وصل لك حالا على الايميل والرساله اللي وصلت لك حالا على الموبايل. وبكده تمت اول خطوتين بدون اي مشاكل. فاضل الخطوه الاخيره وهي توثيق الهويه. هنجرب مع بعض بالبطاقه الشخصيه وهتتقبل معانا. فانا بضغط هنا على ايدنتي فيريفيكيشن، بيقول لي هنا اديني اسمك الاول واسمك الاخير زي الوثيقه بتاعتك، حطه بالانجليزي طبعا، وبعد كده اختار تاريخ ميلادك، وبعد كده اختار الوثيقه اللي انت عايز ترفعها اي دي كارد. هنا بيقول لي حط ال 14 رقم بتوع الرقم القومي، حطهم زي ما هم هيتوافق عليهم. بعد كده هنا بضغط على ايدنتيتي فيريفيكيشن، وبعد كده بيقول لي الوثيقه اللي انت هترفعها دي من امريكا ولا من دوله تانية، فهتختار other، وبعد كده هتختار continue، وبعد كده تختار هنا تضغط على identity document. بعد كده هنا بيأكد عليك ان البلد بتاعت الوثيقة هي مصر، بتختارها، وبعد كده بتضغط هنا على اي دي كارد عشان تأكد على البرنامج ان انت هترفع بطاقة الرقم القومي المصرية. بعد كده بيطلب منك هنا تصور وجه البطاقة، يفضل وانت بتصور تصور الموبايل واقف كده بالطول، والبطاقة تبقى خلفيتها بيضة وبالعرض. وبعد كده تضغط على document is readable، وبعد كده افتح لك الكاميرا عشان تصور الوجه الخلفي للبطاقه، هتعمل فيها نفس الموضوع وتضغط على document is readable. وبعد كده هنا بيطلب منك صوره سيلفي، بيفتح الكاميرا اللي قدام، بتبص للكاميرا كويس وهو بياخد ابعاد الوجه بتاعك. وبعد كده مبروك عليك، تم التوثيق بنجاح زي ما انتم شايفين في خلال ثواني. زي ما انتم شايفين البطاقه سعرها 10 دولار. احيانا كده لو دخلت على واجهه التطبيق ممكن تلاقي عروض او سيل في اوقات وايام معينه ان البطاقه بتنزل ل7 او 8 او 5 دولار، او احيانا بتلاقي برومو كودز. فانا كان حظي حلو وانا بصور الفيديو ان انا لقيت سيل. كان عندي مشكله واحده وهي ان انا رصيدي ما يكملش. فازاي بقى اشحن رصيد حسابي عشان اقدر اشتري البطاقه؟ وانا يا جماعه نصيحه مني ليكم، تشحنوا حساب اللي هو اليو اس دي تي ده برقم البطاقه كله. يعني مثلا لو البطاقه شايفها ب7 او 8 او 10، اشحن رصيد حسابك، مالكش دعوه بال5 دولار دول، سيبهم على جنب، لان مش هينفع تشتري بمجموع الرصيدين على بعض. فيفضل ان انت تشحن يو اس دي تي كله على بعضه.
فانت دلوقتي هتختار تضغط على ديبوزيت هنا، وبعد كده تضغط على USDT، وبعد كده هتختار الشبكة بتاعتك اللي هي الBNB، وبعد كده بتيجي تحت هنا وبتنسخ الرابط بتاع المحفظة. لما بتاخد رقم المحفظة بتاعتك تقدر تروح على اي محفظة عملات رقمية وتحول على رقم المحفظة دي، وهتوصل لك الفلوس بدون اي مشاكل في خلال دقائق بسيطة. طبعا اي حد بيتعامل على محافظ عملات رقمية فاهم انا اقصد ايه. المهم هنا بتضغط على باي، وزي ما انتم شايفين هيدفع من رصيد USDT. بعد كده هنا بتضغط على كونفيرم. زي ما انتم شايفين تم شراء البطاقة بنجاح، ودي بيانات البطاقة زي ما انتم شايفين بس هي مخفية. وطبعا لو ضغطت على البطاقة هيظهر لي ظهر البطاقة. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.